زواج جيهان هاشم. مرحبا متابعيني جديد بقناتي، خلي لايك واشتراك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا جيهان هاشم حفل توديع العزوبية او الزواج. البارحة نشرت وقالت يلا نحضر بدلة زفافي، وجابت البدلة وشوفتها للناس. كل الناس انتقدت فستانها، ولا واحد عجبه الفستان، ما شفت اي واحد ما عدا هي جيهان تقول الفستان يجنن. بس كل الناس كاتبين انه الفستان كلش ما حلو وما لايق لها ولا لايق لعمرها. ويعني هو الفستان كجسم جيهان كلش حلوة صراحة، يعني مكياجها دائما حلو، شعرها كلش حلو، دائما لبسها حلو. بس هالمرة ولا وحدة، يعني هواي ناس كلها تكرهها جيهان. احنا نعرف انه مو الكل، خلينا نقول الاغلبية، حتى لا معجبين هي يضوجون. الأغلبية بالتعليقات وبكل مكان يقولون إنه إحنا ما نحب جيهان هاشم، بس ما حد ينكر إنه جيهان مكياجها ما حد يعني يوصل له، وشعرها كلش حلو، كنا نعرف هالشي، ولبسها كلش حلو وذواقة جدا باللبس. وهي يعني أصلا دائما يتعاملون وياها براندات عربية وحتى تركية وعالمية، فهي معروفة على الصعيد العربي تمام. بس بالعراق ما يحبونها بسبب كثرة المشاكل اللي دائما تصير، وبتعليقاتها مرات وأسلوبها. بس كعرس دائما اكو فساتين، ناس تعجبها وناس ما تعجبها. بس جيهان بالاجماع هالمره على انه فستانها ابد ما حلو وما عاجبهم، يعني لا هو بعصر الفيكتوري ولا هو كلاسيكي ولا هو يعني شلون نقول فانكي وهيك شيء، لا انه يعني فستان كلش ما محبوب، ما حابين الناس. الترتيب كلش حلو، الحفلة كانت كلش بسيطة، يعني الموجودين بس صديقاتها اللي هم 7 أشخاص أو أقل، والقاعة كانت شبينة فارغة. فهم الناس قالوا إنه معقولة ما عندها قرايب، بنات عم، بنات خال، صديقات إعلاميات بالسوشيال ميديا، فاشينيستايات، ما موجود أي أحد ما عدا ذولي ال7 أشخاص اللي وياها بقاعة كبيرة وياهم دي جي. فيعني الناس ما حبوا إنه هي وحيدة بالحفلة. كيكتها كانت كلش حلوة وكبيرة دا تشوفوها، ورقصت واحتفلت بيها، وتحضير كلش حلو، التوزيعات كلش حلوة، والأكل كلش حلو، كل شي مرتب ما عدا فستانها. شعر حلو، هاي البرنيطة اللي لبستها حلوة، الإكسسوار حلو، المكياج حلو، كل شي حلو ما عدا الفستان ما حد حبه. واكيد يعني تعليقات الناس هي اللي تثبت انه هالشي صح حلو او مو حلو. بالنهاية انا بالنسبة لي ما احس انه حلو او لا، لان كل واحد وذوقه، هو يعني مناسبته الخاصة هو حر شي يلبس. بس باقي التعليقات كلها مثل ما قلت لكم ما عجبوهم. اللي انا كلش حبيت مكياجها، وهي اصلا ذواقة بالمكياج، والبرنيطة كلش حلوة عليها، لاقيت لها، والاكسسوارات كلش حلوة عليها. الفستان يعني نو كومنت. انتو شنو رأيكم؟ واكيد راح اخليكم ويا باقي الفيديو تحضيرات كاملة راح تشوفوها ويا جيهان هاشم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واذا حابين انزل لكم عن اي موضوع اكتبوا لي بالتعليقات، واكيد ما راح اقصر وراح انزل لكم. وبس اشوفكم على خير، وشوف التحضيرات كاملة، وشوفوا الفيديو للنهاية. واذا عجبكم الفيديو قولوا لي بنهاية الفيديو، ماشي؟ اشوفكم على خير، باي باي.